احنا كي نسألوا السؤال نقولوا ماذا استثمرنا في مالي؟ ماذا استثمرنا في النيجر؟ ماذا استثمرنا في موريتانيا؟ وش درنا؟ هذو دول فقيرة. يجيو من المغرب يدير لهم محطة كهرباء يحطهم في جيبه، لأنه المغرب دار لهم محطة كهرباء خلاص ولاو راكعين. دار محطة كهرباء اللي ما تكلفش حتى مليون ونص مليون دولار. يا سي شحال تكلف؟ 10 ملايين دولار. احنا مش قادرين نديروا لهم 10 محطات كهرباء في مالي و10 في النيجر، كل واحده ب 10 دولار، 10 مليون دولار. هاي 100 مليون دولار انا ضويناها عليهم الى يوم اول راك درت الخير عند ربي وعند العبد. كي يشعل اللومبا يقول لك هذه اللومبا عطاتها لي الجزائر، شعلت لي الجزائر ب 100 مليون نكسبوهم. انا نطلب من تبو نقول له يا تبو نحكم طيارتك وروح المالي، شكون محرجكم علينا؟ حشدوا سبعكم اناش وشني راكم جوعانين؟ هيا شوف نجيب لنا قسام هذا وزير المال يعطيهم ياكل، يا اما تعرضهم ابعث لهم طياره قول لهم روحوا تعشوا عندي، انا عارضكم على العشاء، نذبح لكم خروف ولا نذبح لكم حلوف، اذبح لهم حلوف ياكلوه ويحل معاهم المشكل. ما نخليش فرصه انه المخزن المغربي يلعب في الحديقه الخلفيه تاع الجزائر، لانه الان المغرب راهو يلعب في مالي، في النيجر، في تشاد، في بوركينا فاسو، في موريتانيا، راهو يلعب فيهم لعب. يا ناس عيب عليكم، يا ناس عيب عليكم ترخصوا رواحكم وتطحنوا رواحكم وتذلوا رواحكم لدرجة أنه مالي حاشا نعمة ربي تعطيكم بالكف. هاك 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 رخصتنا مالي، رخصتنا مالي، مالي رخصتنا. نائب الوزير الأول بهدلنا في الأمم المتحدة، وزاد وزير الخارجية مرتين، وهذه المرة الثالثة. عيب عليكم.